طلب مني ان انا اعمل فيديو عن ازاي اشتري ارض ومخاطر شراء الاراضي. وانا بشتري ارض انا عملت فيديو عن مخاطر شراء الشقق واتكلمت فيه بالتفصيل، هسيب لكم اللينك بتاعه او تقدروا تشوفوه. طب مخاطر شراء الاراضي، وانا بشتري ارض لازم اراعي شويه ضوابط وشويه امور مهمه يا جماعه. اول حاجه في شراء الارض، انا بشتري ارض ايه؟ بيختار تخصيص ومحضر استلام، ولا بشتري ارض بكود حجز وبرنت؟ يفضل ان انا اشتري ارض بيختار تخصيص ومحضر استلام، ده اول حاجه، اكتر من كود حجز وبرنت. ليه؟ لان هتبقى الارض اتسلمت وهيبقى الموضوع كده بقى افضل وريسكه اقل. طيب تاني حاجه اللي انا بشتري منه بقى، شاري بايه؟ بتوكيلات. طيب تاني حاجه لازم اشوف ايه؟ لازم اشوف تسلسل الملكيه في التوكيلات، هو شاري بكام توكيل. ويفضل ان انا اشتري من حد شاري بتوكيل او اتنين حد اقصى، ما اروحش اشتري من حد شاري بتوكيل واثنين وثلاثه واربعه وانا الرقم خمسه او انا راجل رقم اربعه. فالافضل وانا بشتري اشتري انا توكيل اول او توكيل تاني. يعني لو اشتريت من الاصيل ده خير وبركه، اشتريت توكيل اولاني ورجعت تسلسله لقيته مظبوط ده خير وبركه، اشتريت توكيل تاني ده اقصى حاجه. تالت توكيل ده بيبقى رخم شويه بصراحه يعني. النقطه اللي بعد كده، وانا بشتري بيبقى شاري بعقود، فلازم اتاخد العقود واخد اصول التوكيلات واخد اصول توكيلات الاداره، وارتب ضريبه التصرفات العقاريه بتبقى على مين؟ على البايع المفروض، لان انا لما اجي بعد كده اتنازل على حسب عدد العقود اللي انا شاري بيها، على حسب ضريبه التصرفات العقاريه اللي هدفعها. فلازم ابقى فاهم انا هشتري بكام وهشتري من ايه. تالت حاجه، المكان اللي هشتريه يفضل اللي انا اقف عليه على الطبيعه، لان في اراضي على الطبيعه مش زي الخريطه. يعني في ناس كتير اشتروا اراضي من على الخريطه وكانت جميله على الخريطه، لما نزلوا عليها على الطبيعه كانت عليها مشكله وما كانتش الطف حاجه، سواء كان في فرق منسوب في الارض فكان هيحتاج تسويه برقم كبير جدا، او سواء كانت التربه نفسها فيها صخريه بشكل كبير جدا وهيكلفه كتير علشان خاطر يحفر ويجهز ويخلص. علشان كده وانت بتشتري ارض راعي النقطه دي برضو، الارض اقف عليها على الطبيعه ولا لا. النقطه اللي بعد كده، حاول تعمل عقد وكاله افضل من توكيل. عقد الوكاله بيبقى الطرفين بيوقعوا، الطرف الاول والطرف الثاني. النقطة اللي بعد كده، يكون الشهر العقاري تكون حاجز فيه من بدري وتروح تعمل. النقطة الأهم إنك تسأل على لو في توكيلات، التوكيلات دي سارية ولا لأ، يعني تروح تسأل على التوكيلات السابقة، شغالة مش شغالة، اتلغت فيها حاجة ما اتلغتش حاجة فيها، الكلام ده كله. وخصوصا لو بتشتري بقى من حد من العاملين بالخارج زي بيت الوطن، لازم تاخد صورة بطاقته وتاخد الهوية بتاعته وتاخد شغله ايه بالظبط. يعني دي شويه معايير كده وضوابط مهمه جدا وانت بتشتري لازم تاخد بالك منها، علشان خاطر تبقى فاهم انت بتشتري ازاي. الاراضي هي الاساس اللي بعد كده بتتبني عشان يتباع منها شقق، فلو انت شاريها غلط انت دمرت كل المنظومه اللي جايه بعد كده. عشان كده سواء شركه بتشتري راعوا الحاجات ديت، وانا عارف ان معظم الشركات فاهمه بس في احيانا شركات طالعه جديد فمش فاهمه الموضوع قوي. النقطة التانية اللي بيشتري عشان نفسه وعشان بيته برضه ممكن يكون محتاج الفيديو ده، فركزوا فيه قوي. وبعدين اخد ارض عقد مشاركة انا ما بفضلوش نهائي نهائي نهائي. دمتم بخير. لو حد محتاج اي نصيحة في الاراضي يرجع لي. كان معاكم محمد المهدي، ولا تنسوا الدعاء لاخي عبد الله بالرحمة والمغفرة.